في السابق، لم تكن الجزائر موجودة على هذا النحو، وكانت أراضيها عبارة عن إقطاعيات لعدد لا يحصى من القبائل المستقلة، أو كانت مندمجة في ممالك مختلفة سريعة الزوال إلى حد ما، أو حتى تابعة للقوى العظمى في ذلك الوقت كدمشق وبغداد والمغرب، لا سيما في ظل الحكم الدموي للمرابطين والموحدين والإمبراطورية العثمانية، مع وجود جيوب إسبانية في أوقات معينة، لا سيما في وهران والجزائر العاصمة.